السلام عليكم، أهلا بكل عشاق كرة القدم. كالعادة الفريق الباريسي باريس سان جيرمان يودع دوري الأبطال من الباب الصغير. الهزيمة من البايرن رايح جاي، ذهاب وعودة. البايرن كسب في فرنسا في ملعب حديقة الأمراء 1-0، والنهاردة زي ما حضراتكم شفتم 2-0 في اليانز أرينا معقل بايرن ميونخ. بجد هارد لك للكابتن ناصر الخليفي رئيس النادي. والله يا كابتن ناصر الواحد زعلان ومخنوق عشان خاطرك، والله ما بهزر، عشانك انت. يعني احنا بنشجع واقفين خلف الفريق ونفسنا انه يعمل حاجة في دوري ابطال اوروبا من اجل عيون العربي القطري ناصر الخليفي، ولكن للأسف الشديد زي ما شفنا باريس سان جيرمان لا يمتلك الشخصية الأوروبية القوية. هتقول لي ازاي رغم كل اللاعبين الموجودين دول؟ هو دي الحقيقة، هي دي الحقيقة. رغم وجود ميسي ومبابي وراموس ودوناروما وفيراتي ونيمار واشرف حكيمي، كل اللاعبين دول، ولكن الفريق الباريسي لا يمتلك الشخصيه الاوروبيه. يعني النهارده ايه يا عم فيراتي ده انت راجل نحس. انا عايز اقول كلمه تانية ولكن يعني عذرا مش هينفع ان انا اقولها. انت راجل نحس. الهدفين الجولين انت سبب فيهم، سبب رئيسي. يعني الكرة الأولانية أنت راجل، يعني ما زعلش مني لو عيل صغير لسه ناشئ مش هتغلط غلطة زي دي. أنت راجل لاعب كبير، لاعب تمتلك من الخبرة. ما ينفعش ده، انت راجل جاي لك من ورا وراجل جاي من قدامك وانت في قلب منطقة جزائك ومباراة حساسة زي دي. يا راجل شتت الكورة، يا راجل العب الكورة افضل من كده، انما مش تعمل لي مش عارف انت كنت بتعمل ايه بالظبط. الكورة تتقطع وتيجي جول حرق دم، بجد حرام. الكرة التانية برضو طالع بتهاجم، خط النص فاضي، بتجري بالكورة، الكرة بتتقطع، مرتدة، جول. ايه يا عم فراتي في ايه؟ في الشوط الأول جت فرصة وللراجل برضو المرمى فاضي، المرمى خالي. يا راجل حط الكرة جامد، يا راجل، يا راجل شوط الكرة بقوة، يقطع الشبكة، يا راجل اضمن الكرة، مش لحقها لي وبتعملها لي مش عارف المدافع طلعها. بجد باريس سان جيرمان حرام اللي بتعملوه في الجماهير. معلش مبابي رغم ان ما جالوش كور كتير، ولكن انا شايف ان اي كرة بتجيله هو بيفكرش غير ان هو يلعب على المرمى وما بيفكرش ان هو يدي لحد من زمايله. ميسي مع احترامي لكل عشاق ميسي، ميسي خلاص الراجل كبر، الراجل مش قادر يجري بالكورة. ممكن تاخد منه اسيست حلو، لمحة على الواقف جميلة، كرة ضربة حرة مباشرة، والنهارده مفيش ولا ضربة. يعني تلاحظوا مفيش ولا ضربة حرة لباريس سان جيرمان على حدود منطقة ال 18 بتاعة البايرن. حاجة غريبة جدا. ضربات ركنية مفيش استغلال. مدرب تعبان، مدرب عيان. ميسي بص شوف رونالدو عمل ايه. رونالدو راجل بيفكر صح وراجل محترم، راح الدوري السعودي، مع احترامنا طبعا للدوري السعودي، دوري قوي دوري محترم عربيا، ولكن راجل راح يلعب على الهادي، يلعب كرة على الهادي بقى، خلاص احترم سنه. ميسي مش هيفيد باريس سان جيرمان النهارده. باريس سان جيرمان بدون صانع العاب حقيقي، مفيش صانع العاب يوصل الفراوده، مفيش جمله، مفيش فرصه خطيره على المرمى. يعني مباراتين بتطلع ما بتحرزش اي هدف، بتتغلب الماتشين من غير ما تسجل حاجه تكسف، حاجه وحشه. للمره المليون هارد لك لكل الجماهير الباريسيه، بجد انا عذركم، قلبي معاكم، حاجة تحرق الدم. أنا راجل يعني دمي محروق وزعلان وقرفان. حاجة يعني هارد لك لجماهير باريس ولرئيس ناديهم الكابتن ناصر خليفة، وإن شاء الله يوفقكم فيما هو قادم. لازم يكون في شخصية للفريق، شخصية أوروبية. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشترك في قناتنا، وإن شاء الله انتظر مننا كل ما هو جديد في عالم كرة القدم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.